مين بديل امام عاشور بعد اصابته وخروجه من منتخب مصر، وكمان بديل محمد عبد المنعم اللي ما جاش المعسكر ده. لكن في البدايه ساعدنا في حمله المليون، وهي مليون صلاه وسلام على الرسول الكريم ومليون لايك ومليون متابعه. اعتقد نقدر نعملها ان شاء الله. شفنا اصابه امام عاشور وخروجه من المنتخب، وكمان عدم حضور محمد عبد المنعم عمل مشاكل كبيره في دماغ الكابتن حسام حسن. وهنا بيحط قدام الكابتن حسام حسن مش قدامه في خط الدفاع غير رامي ربيعه مكان محمد عبد المنعم. طب ما تيجي نقول التشكيله ونشوف مين بديل امام عاشور من داخل القائمه اللي موجوده، علشان الكابتن حسام رفض يجيب حد من بره سواء بديل امام او بديل منعم. حراسه المرمى محمد الشناوي، في الناحيه الدفاعيه محمد هاني، احمد حجازي، رامي ربيعه، وكمان محمد حمدي. في نص الملعب والمعضله الكبيره اللي في دماغ الكابتن حسام حسن، ولكن غالبا هيكون مروان عطيه وحمدي فتحي وزيزو. في الناحيه الهجوميه مفيش خلاف على مصطفى محمد ولا كمان محمد صلاح ولا عمر مرموش، وهيكون عنده من البدائل سواء كان تريزيجيه وكمان مصطفى فتحي والنني وغيرهم من اللعيبه. قول لي انت كمان رايك في الكومنتات.